السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. مرحبا بك يا شيخنا ومرحبا وفي بك. عمرك. وبك وأهلا وسهلا. ربنا يبارك فيك يا رب. إياك. ده سؤال حكم يعني لو في أخت يعني بتحضر من مال أو من بيتها كأكل يعني بتجيبه لأمها من ورا جوزها، ده حلال ولا حرام؟ أنت أكل منه ولا لا؟ لا يعني آه، يعني شيء خفيف ولا شيء كبير؟ لا خفيف، وهي يعني في تبادل، يعني هو في تبادل، هي بتاخد حاجة مثلا وبتجيب مكانها حاجة وكده بس من ورا زوجها. لا، هو بخيل شوية. في عندنا حديث رسول الله عليه السلام: إذا انفقت المرأة من بيت زوجها عن غير علمه غير مفسدة فلها النصف وللزوج النصف والخزي مثل ذلك فيكون التقييد بماذا؟ غير مفسدة. فهمت الكلام؟ يعني بالأشياء الخفيفة. ففي تبادلات لا بأس، أمها تجيب لها اليوم شوية أرنب، هي تعطي أمها دجاجة. الأشياء المتبادلة ما فيش مشكلة. تمام يا شيخ. طب لو كان هو بخيل شوية بيقص في في هو خلاص لا الحاجات. بخيل هياخذ ولا يعطي. خلاص. لا هو في الحاجات الشخصية حتى ليها مش بديها، فممكن هي تاخد حاجة من البيت تبيعها يعني بحيث ايه تجيب فلوس وتصرف على نفسها مثلا كده. يعني هل فيه شبهة؟ ما أنا ما أعرفش إلا حديث أبي سفيان يتنزل على نفسها تنظر إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي، فهل علي جناح أن آخذ من ماله بغير علمه ما يكفيني وولدي؟ قال: خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف. تمام. مع تمام يا شيخ. السلامة. جزاك الله خير. الله يكرمك. جزاك الله خير. وياك. حديث التائب من الذنب كمن لا ذنب له لا يصح.